الله تعالى وبركاته بالمتتبعين ديالنا الكرام. امسيه سعيده بصحه فطوركم. مرحبا بكم معايا بفيديو جديد. اليوم غنشارك معكم وصفه جديده. اليوم ان شاء الله اللي بغيت غنشارك معكم هذا الطبق هذا عباره عن شوا محمر في الكوكوت بدون فرن. صراحه شهوه منه ما شاء الله، راه كيجي روعه. مقادير ومكونات بسيطه كيف ما كتلاحظوا. هنايا زوقته بالخضره ما بين البطاطا مسلوقه والجزر. بالنسبه لي انا، اما نتوما راه يمكن لكم انكم تضيفوا معاه يعني تضيفوا الخضروات الاخرين بحال اللوبيا الخضراء وغيرها. هذا الشيء اللي كان البنات صراحه ما شاء الله راه كيجي روعه وكيجي لذيذ. خليكم معايا باش نشارك معكم الطريقه. بسم الله على بركه الله. اول حاجه صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عندنا اللحم ديالنا هو هذا. عندنا ما يعادل واحد 2 كيلو تقريبا ديال اللحم المعزي. نتوما راه الا بغيتو تستبدلوه باللحم ديال يعني البقر، اللحم البقري راه يمكن لكم. في الطنجره كنضيفوا الزيت البلديه مع الزيت الروميه اللي كنخلطوهم. من بعد كنشعلوا النار. من بعد ما نضيفوا زيت الزيتون مع زيت المائده في الكوكوت ديالنا وكنشعلوا ليه النار. كناخذوا اللحم ديالنا كنضيفوه مباشره بهذه الطريقه، على هذه الطريقه اللي كتشاهدوا معايا. راه قلت لكم طريقه سهله وما كتاخذش منكم مده طويله، وفي ساعه في ساعه كيوجد معكم. فهاد اللحظه البنات شنو كنضيف بالنسبه اللي غنسمو به اللحم ديالنا؟ كنضيف القرفه، راس معلقه صغيره ديال القرفه. الا متوفره عندكم قرفه عواد راه من الافضل انكم تضيفوا معاه قرفه عواد، وواحد ضمنه البنه بالنكهه الزعفران. وكذلك مع الثومه البنات اللي كنحتاج منها واحد 5 او 4 ديال الفصوص ديال الثومه، والملح بطبيعه الحال اللي كنكونوا ضفناه. بالنسبه للماء القدر ديال الماء اللي كنضيفوا للحم ديالنا باش يطيب معنا، كنحتاجوا كاس ديال الماء صافي. من بعد راه كنسدو كنقفلوا على الطنجره ديالنا وكنقصوا عليها النار. هاد الملاحظه، هاد النقطه البنات تكونوا مركزين عليها. يعني من بعد ما تحرك الكوكوت ديالنا، من بعد ما غتبدا تصفر معنا كنقتلوا العافيه. يعني كنقصوا على البوطه على المهل وكنخلوه يطيب على خطر. من بعد ما كنحسبوا ليه هذيك 20 دقيقه تقريبا، من بعد راه كنحلوا على الكوكوت ديالنا وكنلقاو اللحم بدا كيطيب، يعني بدا الطيب كيدخل معاه. هنايا راه غادي نضيف ليه هاد المرحله اختياريه. انا حبيت نضيف ليه البصله اللي قطعتها قطع كبيره على هذا الشكل هذا. من بعد ما كتكون طابت راه كنزولها البنات ونحتفظ بها في شي زلافه وطبسيل، المهم حتى الاخر. من بعد راه كنضيفوها من الفوق. كان هذا هو الشكل ديال اللحم ديالنا محمر مبخر في الكوكوت بدون فرن. راه كيجي ما شاء الله معسل وكيجي محمر على هذه الطريقه اللي شاركت معكم البنات. نتمنى ان شاء الله تجربوه، صراحه كيستحق تجربه انكم تجربوه على هذه الطريقه هذه. كيجي فتي وكيجي بنين. من بعد ما كنكونوا قدمنا الطبق ديالنا كنزوقوه بالبطاطا مسلوقه مع الجزر. كيف ما قلت لكم بالنسبه للتزيين راه كيبقى اختياري، يعني كيبقى الذوق هو الواحد. راه الا بغيتو تضيفوا الخضروات اخرين راه كتضيفوهم. المهم في هذه المرحله هذه راه كتضيفوا اي خضره سلقتوها بحال هكا، راه تضيفوها على الطبق ديالكم وتتزينوا به. هذا الشيء اللي كان البنات. بالنسبه لديك البصله اللي ضفتها من الفوق ديال اللحم بعد ما كطيب معنا كنزولها، يعني كنزولها ونزوقوا بها من الفوق. هذا الشيء اللي كاين. ترفقوا الطبق ديالنا ديال الشو بالملح والكمون صافي، ولا شي عصير هكا ولا مناضل، المهم اللي كان. وبالصحه والراحه فطوركم. نتمنى تكون الطريقه عجبتكم. وإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تخلوا لي لايك وتعليق زوين وتبارطاجوا الفيديو. خليتكم على خير.